ازيكم؟ الهلال مع ميدو صن داونز. نرجع خطوة لورا عشان نستعرض شكل الهلال كان في الاستحواذ وأفكار فلوران مبينجي اللي ظهرت في الجولة الأولى قبل ما يواجه الهلال الأهلي القاهري. دي واحدة من الأفكار اللي بيعتمد عليها فلوران مبينجي، اللعب المباشر عبر الأجنحة للوبو، واللي كان في المباراة اللي فاتت أنس نيمار أو أنس سعيد. فدي واحدة من أفكار المدرب فلوران مبينجي في اللعب المباشر للأجنحة، اللي بتخللوا سرعات، اللي بتخللوا مساحات واسعة في في الأطراف، على أساس إنه نستفيد من سرعة ليلوبو، وحتى ممكن نستفيد من سرعة ياسر مزمل. هنا بنشوف واحدة من البناء عند البوزيشن، بناء اللعب. أبو 20 بيلعب الكورة المباشرة طوالي لأطهر. يعني واحدة من أفكار فلوران مبينجي في الهلال انه يدخل الجناح للداخل على اساس انه يشغل الممر الخارجي، الظهير اليمين الظهير اليسار، لانه الهلال دائما قاعد يهاجم عن طريق الاجنحه ومره، وعن طريق الاصهره مره ثانيه، باعتبار انه الاصهره هي اللي بتعمل زياده عدديه في مناطق عاليه من اجزاء الملعب. هنا برضو نشوف يعني افكار واضحه بالنسبه لفلوران مبينجي، افكار يعني تفاصيله واضحه شديد. ابو 20 يبني اللعب تمريره تمريرتين، ما في لعب بالعمق، بيلعب الكرة على الأطراف. مرة إذا كان الصعود عن طريق أطهر باعتبار إنه ليلوبو يدخل للداخل، ومرة عن طريق إبراهيم يمورو باعتبار إنه أنس أو ياسر مزمل أو لامين جارجو إذا تواجد في مباراة الأهلي. يعني أفكار كانت واضحة عبر الأجنحة باللعب المباشر، أوفرلاب بالنسبة للأصهرة. هنا بنشوف يعني حتى يعني فلوران بيوجه إنه يا أخي ألعب مباشر، العب الكوره المباشره في المرمى لو وصلت للتت الاخير. هنا بنشوف واحده من بناء اللعب، عثمان ديوف برضه بيلعب الكوره عن طريق الاجنحه، باعتبار انه الهلال قاعد يوسع في الملعب. توسيع الملعب بيخلق فراغات، لكن واحده من المشاكل اللي كانت تخللت في الهلال عند البوزيشن هو الزياده العدديه. فدي واحده كانت من المشاكل، الزياده العدديه اللي بيتيح انه افترض يكون في زياده عدديه بالنسبه للفريق لمساند محمد عبد الرحمن، يعني اباقنا او اجاجون. وواحده من المشاكل برضو ان انت تعتمد على اللعب المباشر للعرضيات المباشره، لكن التفاصيل دي بتكون مشكله في حاله انه يكون عندك مهاجم او لاعب وسط مركز رقم 10 عامل زياده عدديه، او لاعب وسط مركز رقم 8 عامل زياده عدديه، وهم في القامه قصار. فالاسلوب ما بينجح. انت عاوز لك مهاجم محطه على انه يقدر يتمركز بين قلبي الدفاع، يكون قاعد في البوكس على انه يقدر يحول لك او يترجم لك العرضيات دي لهدف. وشاهدنا اللقطه دي اكثر من مره مع محمد عبد الرحمن، انه ما كان عنده استباقيه بالنسبه للوصول اذا كان للقائم الاول بالجهه اليمين او القائم الاول بالجهه اليسار. فدي واحده من المشاكل اللي افترض فلوران ينتبه لها، الزياده عدديه بالنسبه للاعب الوسط، والزياده عدديه بالنسبه للمركز رقم 10. هنا دي واحده من الافكار. صن داونز الحارس بيلعب كوره عموديه، هنا انقطعت الكوره من الهلال، عمل ضغط انقطعت الكوره. شوف التحول السريع طوالي مباشره. يعني دي الافكار اللي كانت واضحه في فلوران. تحول عبر الاجنحه، شوف ليلوبو هناك، ليلوبو مشى بالكوره عبر الممر الخارجي، ما كان في مساند. شوف لاعبي صن داونز كانوا اربعه مع واحد برا عامل تغطيه او عامل كفرنج، ما كان في مسانده. يعني حتى العدديه، حتى التحول الهجومي افترض يكون معه مسانده، معه تحول، معه سبرنت، معه حركه، معه لا مركزيه، على اساس انه انت تقدر تشغل دفاع مهمين صن داونز، او تقدر تشغل دفاع اي فريق انت حتواجهه في الفترات الجايه. فدي مهمه جدا. الهلال خصوصا حيلاقي الاهلي المصري، حيلاقي يعني اصهره في الاهلي ما زي مستوى ماميلو صن داونز. عنده المهاره عند ماميلو دي تتفوق على لاعبي الاهلي. عندنا نبيل معلول ممكن يعمل زياده عدديه اوفر، لكن ممكن نستغل المساحه دي. فلا بد ان يتواجد لاعب سريع بسرعات عاليه في المناطق دي او في المنطقه دي، على اساس انه تقدر تستغل النقطه دي، وتقدر تستغل انه انت تقدر تسجل هدف وتعمل عرضيات بشكل مميز، وتعمل عرضيات استباقيه بالنسبه لمحمد عبد الرحمن يصل للقائم الاول ويسجل زي ما حصل في ماتش نامونجو التنزاني. يعني دي واحده من الافكار اللي كان معتمد عليها فلوران في اللعب المباشر. ابراهيم مورو باليسار، اطهر باليمين. اطهر محتاج لانه يتقن التمريره، يلعب بذكاء، يلعب بتركيز عالي. يمور مميز جدا في العرضيات، مميز جدا في الصعود، مميز جدا في الاختراق عبر الاطراف. فدي واحده من الحاجات المفترض الهلال يعني يواصل فيها، خصوصا انه الاهلي حيلعب معاك اول 20 دقيقه، اول ربع ساعه
عمل معك ضغط عالي عشان يمنعك من الطلوع بالكوره. فلازم يكون عندنا سرعات. بفضل انه ياسر يكون قاعد في الجناح اليمين، اللوبي في الجناح اليسار. وافضل جدا انه يكون لامين جارجو لاعب بين الخطوط، لاعب مركز رقم 10، لانه لامين عنده مهاره خصوصا لما الكوره تكون في رجله. يعني سرعه لامين بالكوره اكثر من سرعه لامين بدون كوره. فدي واحده من الحاجات المهمه. دي واحده من اللقطات برضه بنشوف اللعب المباشر ما كان في تركيز او ما كان في زياده عدديه. دائما بنشوف افضليه للارتداد الدفاعي بالنسبه لماميلودي صن داونز في الكرات. دي واحده من اللقطات برضه انقطعت من نيمورو بيلعب الكوره مباشره طوالي. يعني شوف اللقطه هنا نيمورو بيلعب الكوره مباشره عبر الاطراف. افكار فروع واضحه وضوح الشمس. بيلعب ل لياسر. شوف هنا، شوف ده الاستقطاع اللي انا قاصده لك. شوف هنا اللي لوبي طوالي قطع للداخل، لكن كان في ضعف في التسديد والكوره جات في رجل ليلوبو القدم اليسار، القدم الغير مفضله. فدي واحده من التفاصيل المهمه، انه انت عملت زياده عدديه عبر الممرات الخارجيه، مفترض تكون في لها مركزيه خاصه. شوف هنا يعني مانو دخل لجوه سحب معاه علشان يفرغ مساحه للوبو. فدي واحده من الحاجات مفترض تتكرر كثير في الهلال. تقارب الخطوط، لا مركزيه، الترحيل بالنسبه للكوره اذا كان بالجانب اليمين. يعني الكوره اللي لوبو هنا بنشوف يعني لوبو مسك الكوره ما كان في زياده، ما كان في مسانده هجوميه. فهذه واحده من الحاجات المهمه شديد مفترض المدرب يفتر لها. يعني الترحيل بالذات، يعني الكوره لو كانت باليمين الظهير اليسار يدخل للداخل، الكوره لو كانت باليسار الظهير اليمين يدخل للداخل. يعني عمليه تبادليه، عمليه ديناميكيه، لا مركزيه. لازم يكون في زياده عموديه من لاعب الوسط مركز رقم 8. يعني شوف للوبو واحد ضد واحد ما كان في لاعب في الممر الداخلي اليمين، لدرجه انه ليلو اضطر انه يرجع. يعني دي واحده من الافكار اللي كانت حاضره في الهلال صراحه. دي من اميز اللقطات اللي انا عجبتني في مباراه ماميلودي صن داونز. الهلال كان متحكم في الكوره، كان منتشر كويس في الملعب، كان بيعمل تبادل للمراكز، كان في يعني استلام وتسليم، كان في حركه بدون كوره، تحويل الملعب من جهه لجهه. يعني دي واحده من اللقطات اللي انا قصدت انه انزلها من اللقطات اللي كانت عجباني شديد في الهلال. بتمنى انه استمراريه في نفس الاسلوب ده. يعني كان في وعي، في الاستلام، كان في وعي في التمرير، كان في ذكاء في التمرير، كان في حركه. شوف هنا حركه انس برضه، كان في صبر برضه في التمرير، ما كان في استعجال للكرات السريعه. يعني الهلال كان بيلعب بتأني. يعني شوف الكره بترجع من ورا. عثمان ضيوف اول مباراه له مع الهلال ضد ماميلودي صن داونز قدم مستوى برضه كويس. يعني دي من اللقطات اللي انا عجبتني شديد. كان في ضغط برضه في الوسط. يعني اتمنى انه الهلال يلعب بهدوء، يلعب بتركيز، لانه بنلعب قدام الاهلي المصري. يعني ما بالقوه اللي بنتكلم عنها بالسنين اللي فاتت، لكن لازم نعمل حساب للاهلي، لازم نعمل حساب لاول ربع ساعه، لازم نعمل حساب لاول الدقائق، لانه الاهلي حيجيك وهو غالبا ما يعمل معك اسلوبين، اسلوب بتاع الضغط العالي ويتراجع علشان يعمل ميد بلوك او يعمل ضغط منخفض في وسط الملعب علشان يمنعك. فلا بد من توسيع الملعب. نفس الافكار ان شاء الله.